الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السادة المشاهدون حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لقاء جديد متجدد، برنامجكم الحلقة التعليمية التعلمية هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. أنا سعيد، مرحبا بك. مرحبا يا أحمد، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله فيك. في ديننا دين الله أولى أن يقضى. في دنيانا يسهرنا الدين يتعبنا، وفي داخلنا كمؤمنين واجب قضائه للدائن حتى لا تسقط الثقة بين الناس. في ديننا نعين الناس على قضاء حوائجهم في الدنيا، وفي عقلنا أن ما نقوم به من قرض للناس ومساعدة هو دين أيضا. بين الديون والدين علاقة وثيقة، لذلك نتحدث الحلقة بإذن الله دين ودين. شيخنا السعيد، بارك الله فيك يا أحمد على هذه المقدمة اللطيفة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سبحان الله، فيه مثل يقولوا شيخ الحكماء في المنطقة اسمه الشيخ محمد الحسين، يعني علم قام من القامات الحكيمة. يقول الدين كل شيء الثاني دين. المقصود من هذه الحكمة كيف أن الدين يضبط حركة الإنسان من جهة في جميع مجالات الحياة، ومن جهة أخرى كيف يدفع الإنسان إلى أن يتعاون مع الإنسان ويفرج عنه وييسر عنه رغبة في تحقيق رضوان الله عز وجل وتحصيل للأجر والثواب الكبير. وفي الوقت نفسه يحافظ كما قلتم في مقدمتكم على هذه الثقة لكي لا تزول، لأنه إذا انهارت الثقة بين الناس مشكلة كبيرة قد لا ترقع. صحيح. لذلك الآن في حياة الناس الآن موضوع الديون أصبح موضوعا يطرح على مستوى المساجد، على مستوى مجالس الصلح، على مستوى مجالس التحكيم، على مستوى المحاكم، على مستوى القضاء. يعني قضايا تطرح سببها الديون. فنحاول نعطي بعض الإشارات لفك هذا العنوان ولتفتيت بعض معانيه وإبرازها. المعنى الأول أن الله قدر أن لا يكتمل، أن لا يكون كاملا، فهو في حاجة إلى الناس. قد يكون الإنسان غنيا وهو يكون في حاجة أحيانا إلى المال. ملتاج يحتاج. لذلك من حكمة الله عز وجل أنه من أصناف المستفيدين من الزكاة ابن السبيل، وقد يكون ابن السبيل غنيا في بلده ولكن ضاقت به السبل، قاروح في بلد في مكان ما عندوش، يأتي تشريع الزكاة لتحل له مشكلته. فتأتي الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن يأتي إلى ابن السبيل. طيب، هذا من جهة. من جهة ثانية أن الشرع حبب في تقديم الديون، في تقديم القروض للناس تفريجا لكربهم. فنذكر على سبيل المثال قول الله عز وجل:
وتعاونوا على البر والتقوى، وكلمة البر كلمة جامعة لكل خير. ولا شك الإنسان كيكون كما نقولوا حاصل، كيكون في أزمة مالية ويأتي شخص آخر ويدعمه ويقدم له يد المساعدة ويخرجه من هذا الضيق، لا شك أن هذه مساعدة وهذا دعم لا ينسى له فضله. والذي يعطي هذه القروض للناس بالقرض الحسن بلا فوائد، ويأتي التشريع ويقول لا بلا فائدة، كل قرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جر منفعة، في رواية جر ربحا فهو ربا، والربا محرم بأي القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تترى تؤكد على حرمة الربا. إذن قرض حسن، والذي يقرض ماله يعني يرجو الثواب من الله. ويأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح اللي يقول فيه من نفس عن أخيه، وفي رواية عن مسلم، كربة من كرب الدنيا، وهذه كربة، إنسان بغى يتزوج، إنسان عنده أزمة مالية، إنسان يريد مثلا إجراء عملية جراحية ويحتاج إلى قرض مالي، وهكذا من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني شوف هذا الترغيب في دعم هذا الإنسان المحتاج، هذا الإنسان اللي راه في حاجة ماسة للخروج من هذا المأزق. ثم في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله في عون العبد، في رواية ما دام العبد في عون أخيه، وفي رواية ما كان العبد في عون أخيه. فإذا هذا الحديث وغيرها من الأحاديث ترغب الإنسان. ولكن آية تم الدين، أكبر آية في القرآن هي آية الدين، صحيح. يعني نجدها في سورة البقرة الآية 282 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخر الآية. الدين، وطبعا فيها يعني ما شاء الله، وهذا دين الدين يوصينا بكتابة الديون للمحافظة لتحقيق المقاصد ذكرنا بعضا منها، وفي الوقت نفسه للحفاظ على حقوق الدائنين، للحفاظ على أموالهم، أليس كذلك؟ طيب الآن شاع عند الناس ما يسمى بالثقة في الوثيقة. ربما أخي أحمد يعني أجدادنا كانوا يديروا قروض حتى ربما ما يديروش حتى هذه الكتابات، صحيح. أحيانا يشهدون وأحيانا بلا شهادة، إذا كان الظرف ربما لا يسمح لي بإحضار الشهود وكان يفرج عنه يقول لك الشهد ربي، صح، الشهد ربي. وهذه أيضا من العقيدة، من ثمرة الإيمان، من ثمرة اليقين في الله عز وجل، ومن حسن الظن بالله وبالناس. ولكن جاء واحد الزمان بالثقة بالوثيقة وتروح الثقة للأسف الشديد، ويدير وثيقة على مستوى الموثق أو وثيقة عرفية بحضور الناس وهكذا. ممكن ذاك الإنسان المقترض، طبعا لا نصدر حكما عاما، يعني يتملص من هذه الديون ولا يسدها إطلاقا. ومن هنا تزول الثقة تدريجيا، وزوال الثقة دمار لهذه المقاصد ذكرناها. يولي الإنسان عنده أموال يرفض تقديم القروض للناس، أليس كذلك؟ صحيح. ويقول لك كيفاش يقولوا الخضر تحرق مع اليابس، يرغاو يزوفوا قران بالقبيله، كيف يعني المعنى واحد. الآن طيب الناس داروا وثيقة أو بلا وثيقة، المهم يعني كان دين، المفروض يخي الدين له أجل. مما يساعد على تحقيق هذه الثقة الوفاء بالوعد في هذا. قال مثلا بعد شهرين وسددوا الدين، لابد على المقترض المدين أن يفي بوعده، صح. ربي قال في القرآن الكريم في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في أوائل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود، والعقود في الفقه الإسلامي يعني تبرم بلفظ اللافظ ولا تحتاج إلى وثيقة. أما هذا التوثيق يدخل في باب المصالح المرسلة. إذن بلا ما نطول في الحديث في هذا الموضوع، الآن جاء الأجل، وصل الأجل تاع تسديد الدين. المفروض هذاك المدين إما يسدد، أو إذا كان في حال ضيق الحال، يشكو ضيق الحال، ماذا يصنع هنا؟ يذهب إلى الدائن يقول وصل الأجل ولكن ما قدرتش باش نوفي بالدين، أرجو وألتمس منك فرصة أخرى أو أجلا آخر. يعني يسدد أو يمدد، يسدد أو يمدد. عليك نور، بارك الله فيك. وهنا النص القرآني يحضر،
في سورة البقرة في الآية 280 ربي يقول وإن كان ذو عسرة، راه مسكين في ضيق الحال، فناظرة إلى ميسرة في ورش، وفي حفص فناظرة إلى ميسرة. الله يبارك. طيب إذن الإنظار هنا أو التأجيل صاحبه مأجور يأخذ الأجر لنعطل الأجل بنص قرآني. طيب وممكن هذا الإنسان الدائن وأن تصدقوا سبحان الله تأتي بعدها مباشرة. لماذا الإشارة إلى هذا التصدق؟ معنى الإشارة الإبراء يعبر عنها الفقهاء بالإبراء. في النهاية الإبراء ما معنى؟ يقول الدائن للمدين يقول سمحت لك. هذه حلوة ثاني أيضا إذا كان ذاك الإنسان ياسر بارك الله فيك. إذن يا إما ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إما التسديد في الوقت المتفق عليه، الاحتمال الثاني التأجيل إلى أجل لاحق والآية تنص على ذلك، الاحتمال الثالث هو إبراء ذمة المدين. قول ودي خلاص يعني سمحت لك ما تفكرش إذا كان هذا الدين هو ذل بالنهار وهم بالليل يقول اطمئن يعني فلتسكن نفسك ولا تخف، أليس كذلك؟ وهنا عنده أجر. وبعدين بعد مرنا في حصة فقه الفقهاء اختلفوا في الإبراء. شوف دقة الفقه. بعض الفقهاء منهم المالكية قال لك الإبراء إسقاط. ومثلا الحنابلة والحنفية بعض الحنفية يقولون الإبراء هو تمليك. واختلاف الفقهاء بين الإسقاط والتمليك نستخرج من ذلك ثمرة الخلاف. ما هي ثمرة الخلاف؟ إذا اعتبرنا الإبراء إسقاطا فهذا لا يحتاج إلى قبول من الشخص المدين. صحيح. أما إذا اعتبرناه تمليكا في رأي فقهي آخر فإن التمليك يحتاج إلى قبول. لماذا؟ على أساس أنه لا يمكن إدخال شيء في ذمة إنسان إلا برضاه. صحيح. فهذا المدين كان مدين يعني ذمته مشغولة وبعدين يأخذ هذا الإبراء، يعني كأنه هذا المبلغ يدخل في ذمته، أليس كذلك؟ إذن عند في رأي فقهي آخر يرى بأن الإبراء عبارة عن تمليك. وطبعا هنا الفقهاء يعني عندهم حق يختلفوا، والذي نرجحه والأيسر نعتبره إسقاط ما يحتاج لا قبول ولا شيء. علاه؟ ممكن هذا الإنسان يكون ميت. سبحان الله. في حديث عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. سبحان الله. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام حين يؤتى له بشخص مدين يسأل إذا كان مدين يقول ما تصليوش عليه، صلوا على أخيكم. يكفي هذا التحذير. وباش نختم هذه الكلمة نقول بأن في عرفنا أو في كثير من أعرافنا أنه ثم في المقبرة ينطق واحد من العائلة من الورثة مثلا يعطي رسالة أمان للدائنين، يقول هذا اللي دفناه يقول بابا ولا عمي ولا جدي، إذا كان أي واحد يسال له مبلغ نحن هنا، حتى إذا كان ما كانش وثيقة، ولكن بشرط أن يكون الناس يعني صادقين. هذه أيضا مسألة أخرى. هذا دين أيضا، وهذا والدين هنا أيضا يضبط حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. طبعا بعض الإشارات يكتفي بهذا. الله يحفظك شيخ. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وبارك الله فيك. قبل أن نشرع في استقبال المكالمات سادتي الكرام اسمحوا لنا أن نبدأ ببعض الأسئلة ثم نعود إليكم. سائل يسأل شيخنا السعيد عن الحكمة من النوافل ومن صلاتها والمداومة عليها. أولا ربي سبحانه اقتضت حكمته أن يشرع الفرائض في جميع المجال سواء في الصيام في الصلاة في كل شيء، ولكن أيضا شرع النوافل كأنها تجبر الخلل الذي يقع فيه الإنسان. وما كانش لما واحد صام شهر رمضان يعني فريضة، ولكن وبعدين هاي استمتاع شوال والله يبارك أيام أخرى في الخميس وهكذا تجبر الخلل اللي موجود في هذه الفريضة. رصيد إضافي يملكه الإنسان المسلم يجده عند في يوم القيامة إن شاء الله يستثمره، يعني هذا الرصيد يستثمره وهو في حاجة إليه. وفي الصلوات أيضا فيها حكمة أيضا لجبر. وسبحان الله كنا نشوف بركة الرواتب أخي أحمد، مثلا الظهر
فيها ثبت في سنن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيه قبل وبعد، في ركعتان أو 4 ركعات قبل الظهر، وزوج ركعتان أو 4 ركعات بعد الظهر. قبل الظهر، وكان الحكمة والله أعلم بالصواب على كل حال، مجرد اجتهاد يعني يذكر أهل العلم، قال لك يعني قبل الصلاة كأن المسلم يهيأ نفسيا ليدخل في جو العبادة، فيأنس بهذه النافلة، يأنس بها ويحضر نفسه لاستقبال الفريضة، ليصلي الفريضة. هكذا هذه الصلوات القبلية، النوافل القبلية. والنوافل البعدية كما ما بعد الظهر مثلا، أيضا هذه تجبر الخلل الذي يقع فيه الإنسان في تلك الفريضة. ويكفي أنه عنده رصيدان يوم القيامة، رصيد نتاع الفرائض التي أداها في حياته، والرصيد الثاني اللي هو رصيد نتاع النوافل، فيأخذ من هذا إلى ذاك عند النقص، والنقص لا محالة قائم. بارك الله فيك. شيخنا، سائل أيضا يسألكم عن مسألة تتعلق بعرض سيارته للسوق للبيع، ولكن مع الأسف أخفى بعضا من عيوبها، لم نقل الكثير من عيوبها، حتى العداد الذي يضبط السرعة التي سالته ثمة وجد غاشا ليغير له الرقم إلى غير ذلك. كثير من الأشياء قام بها وباع السيارة، وفجأة صح ضميره بعد الفعل. ماذا يفعل؟ هو لابد من توبة نصوح بينه وبين ربه بشروطها المعروفة، بشروطها الثلاثة. الأول الندم، أنه يندم على ما فعل، لأنه هذا غش، والغش حرام. صحيح. الأمر الثاني أنه يبتعد من هذه الأعمال، يعني التي الغش والغش ألوان وأصناف. الشرط الثالث هو أن يعقد العزم مستقبلا ألا يعود إلى مثل هذه الأعمال. إقلاع، ندم وإقلاع وعزم، هذه الشروط. ولكن هنا الشرط الرابع مطلوب، هو باع له هذاك الإنسان. فإذا كان عنده شجاعة كبيرة يعني يروح لهذاك الإنسان اللي باع له، مادام استيقظ ضميره كما قلت أخي أحمد، يروح يقول له بعت لك هذه السيارة، كنت شاطر بين قوسين، بعض الناس يعتبروها شطارة، يعني يزوقها قاع السيارة ويلمعها إلى آخره ويخفي عيوبها. إذا كان يقول له المشتري هل ترى درت حادث، يقول ما درت ولا حادث، هي درت بالك 14 حادث. وإذا كان العداد هذا مشات 150 ألف كيلومتر، ممكن يرجعها غير 50 ألف ولا 15 ألف. وكان يقول سيركال، يعني باش يعني برا، يقول هذه السيارة كانت في المرآب، كانت في الجراج ولبس بها محفوظة والسلام. طبعا هذا كله غش، من غش فليس منا، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا ينصرف فقط إلى البطاطا والمواد الغذائية، ولكن الغش في الامتحانات لا يجوز، والغش في البنيان في العمران لا يجوز، اللي يخالف يعني المعايير العلمية في ذلك، واللي يبيع سيارته يخفي عيوب، هذا غش أيضا. كل هذا ألوان غش فهي لا تجوز شرعا. يروح لهذاك الإنسان يقول يا فلان درت كذا وكذا، غلط، أخطأت في حقك، اغفر لي، اسمح لي، ونعوض لك، نشوفوا أي خبير يقيمها، نعوض لك المبلغ الذي يفترض أنه خذيته يعني منك بغير وجه حق. وربنا يقول في القرآن الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا لون من ألوان أكل مال الناس بالباطل، فلا يجوز. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هل سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شيخنا، ربما قبل أن نبدأ أيضا في استقبال المكالمات نتحدث عن دين يتعلق بالصلوات التي يتركها الإنسان في حياته دون أن يقضيها، ويستيقظ أيضا ضميره وقد أخطأ كثيرا وترك كثيرا. كيف يعالج هذا الدين؟ الله يفكرك بالشهادة. الله غير نسيت والتزمت أن أجيب عن هذا السؤال، وقد وقع هذا الإنسان في فتنة. كيف ذلك؟ طبعا كم يصليش، بدأ صلاته بعد 55 سنة باش بداها، وحينما استفتى أفتي بأنه يعوض صلوات، يقضي صلواته. صحيح. أو يعني إذا كان عجز يعني يكثر من النوافل والرواتب. فحين بدأ يعني يقضي صلوات الله يبارك ما شاء الله، جاءه أحد الشباب، يعني ربي يحفظهم ومن كل سوء، قالوا لا يجوز،
قالوا لأن خلاص الصلاة ما صليتهاش في وقتها فأنت آثم والإثم قائم، راك تبت من الآن فصاعدا، صلي الصلوات الحاضرة، أما النوافل فأما القضاء الفوائد فما تقضيهاش. وطبعا كان حزينا جدا بعد ربما عامين تقريبا هو يقضي تلك الصلوات وما كملش كل ما عليه من دين، ودين الله أحق أن يقضى، ولكن في الأخير تألم كثيرا، قال كذا ضيعت وقتي وجهدي وكذا، في حين هذا أمر لا يجوز. قيل له هكذا، ولكن هذه للأسف الشديد وجيبوا هذا الأخ الكريم قلوا اطمئن، أنت الآن بدأت صلاتك يعني الصلاة بعد بلوغك أكثر من 55 سنة، مع أنت ذمتك مشغولة بالصلوات الفوائد، إذن عندك أمران دير أحدهما أو تجمع بينهما. الأمر الأول أنك تقضي الصلوات الفائتة وذمتك مشغولة بها، وتقضيها بعدة صور شرحناها في هذا المقام يعني عدة مرات، منها أنك كل صلاة حاضرة تقضي معها صلاة فائتة. صليت الظهر نتاع الظهر كل يوم، صلي الظهر اللي فاتت، وهكذا حتى تكمل الصلوات نتاعك وكل نهارك قضيت نهار. والطريقة الثانية أنه كي تلقى وقت يعني راك مرتاح تبدأ تصلي الفجر أو الصبح، الظهر العصر المغرب العشاء، راك قضيت نهار. وفي أيام رمضان يعني بالليل مثلا عندك عزيمة وعندك نشاط تقدر تقضي أيام ما استطعت، يوم يومين 3 أيام ما استطعت ذلك سبيلا. وكذلك تحافظ أيضا على بعض الرواتب وإلى الرواتب وبعض النوافل. ولكن إذا عجزت باش تقضي كلها ما قدرتش لكبار سن أو لمرض أو كذا، يمكن أن تستغني عن ذلك وتكثر من النوافل، والسلام هذا مكان، وانت راك ربح يعني، والجمع بينهما أولى حتى من الترجيح يعني، والأمر فيه يسر إن شاء الله، فلا نعسر على الناس. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأستاذنا الدكتور سعيد بويزري. على بركة الله مشاهدينا الكرام نشرع في الاستماع إلى أسئلتكم، ومن وهران نبدأ. السيدة أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحاجة مرحبا. الله يسلمك، الله يخليك، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك. والله زعما تفرحونا بالحصة اللي ديروهم لنا، نسمعوا لهم نتبعوهم. الله ينور. بغيت الله يخليك تسقسي الشيخ. عندي مرت ولد عمي قاورية. أيوة. ماتت. كي ماتت حنا عزينا ولد عمنا في التليفون، وزدنا عزينا اخته هنا، اخت الراجل، اخت ولد عمي هنا، بنت عمي سما ثاني هي، رحنا عزيناها في الدار. راسك تجوز ولا ما يجوز؟ ايوه. وزيد نقول لك واحد ثاني بكري كان راجل يخدم في الشركه، وكان زعما يقري بالكتوبات وكل شيء، وبعد يجيب الكتوبات للدار يقرا فيهم ويقري فيهم ومع الفاتح وكل شيء، وبعد الشركه تبلعت. كي غادي يدير هذوك زعما الكتوب ومع الفاتح كي غادي يدير لهم؟ واضح. وخد الشركه تبلعت. وزيد الله يخليك على وحده ثاني، هذه مرت ولد عمي، كانت مسكينه ما عندها لا داري والي، كانت ساكنه في واحد الدار، ومن بعد ساكنه 50 سنه هما ساكنين تم، ومن بعد جا مول الدار خرجها، وعندهم قطعه الارض عطاتهم لهم الحكومه باش تبني فيها. راجلها ما كان حي تما نهار اللي عطاه لها، بصح من بعد ما كملش، بنا غير هكا دار مسكين غير الدار وخلاها مات، خلاها هي ما عندها لا داري لا والو، ودوك ولاد حماها وباقي حميانها في زوج، وباقي حماتها وحده، ودوك هذوك ولاد حميانه ما خلاوهاش تبني. قالت زعما ندير غير دار كوزينه وندرك روحي، ما خلاوهاش. قال ما تبنيش، اسكي هما يسالوا، اسكي هما اللي عندهم الحق ولا نورمالمون مازال الوالدين هما اللي يحكموا. السيده ام عبد الرحمن، وما عندهمش هما ماشي وارثين. السيده ام عبد الرحمن، خليك برك وضحي لنا الله يرضى عليك، شكون بقى يعني لما توفى زوجها؟ لا توفى زوجها، بقاو زوج خوت واخته. زوج اخوه نتوع الزوج واخته، بس عندهم الولاد، هذاك الولاد واحد الكبير فيهم ولاده ما بغاوش يخلوا، قال لا ما نخلوكش تبني في ارض عمنا، خاطر حنا نسالوا، عرفت هما يسالوا من ابوهم اللي يسالوا ماشي هما. واضح. والخاوه هادو زوج خاوه والاخت حيين؟ حيين، هو مات هما حيين. الله يبارك فيك. هما حيين، دوك مش عارف مسكينه راهي في الامر زعما مش عارفه كي غادي دير، وما عندهاش وين تروح، ساكنه عند حماها عندها الدراري وعندها الغاشي وعندها بغات زعما تسقر وحدها. طيب. هما مش عارف كيفاش، لا ما عندها الحق والله ما سقسيتهاش، لا عندهم العقد ولا ما عندوش الارض، ولا مازال الحكومه تمشى. ما سقسيتهاش هذه. هي الحكومه عطاتهم الارض، يعني عطات للزوج تاعها الارض. يبنوا هادو الخوت زوج بناو وسكنوا، وهاد الاخ اللي مات مسكين ما عندهاش باش يبني، ما بناش، دار غير الضاله وحبس.
كيما تخلى هذيك الارض خلاها هكاك زعما ماشي بنيه ماشي مكمله، واضح وبغات دير دارو كوزينه باش تسكن هي فيها، وداك الولاد حبسوها قال ما تبنيش. لا حول حنا ولا قوة. نسالو في عمنا وهما بوهم مازال حي بو هاد الولاد مازال حي. والله الله يخليكو قلت لك واضح. قلت لك هذه اي حكايه قلت لك على ولد عمي تاع قلت لك خدا قوريه. اي والقوريه هذه مسلمه؟ لا ماشي مسلمه قوريه، قلت ما تسلمتش وماتت. قلت حنا عزينا في التليفون ولد عمي عزيناه. ايوه بصح اخت الولد عمي سكن هنا في وهران حنا عزيناها ماشي حرام حلال ما على باليش. الله يقويكم ان شاء الله. ان شاء الله ولا مال حنا عزينا بنت عمي خات خوها وهذا ثاني ولد عمنا. لا ومع باس. ولا كشورت لا خلات كشور يقدر يورث ولا ما يورثش. طيب. هي قلت كافره ماشي مسلمه ماشي مسلمه. مسيحية. مسيحية. هي صحيح. الله يحفظكم الله يستركم ان شاء الله. بارك الله فيك والله لا سعيد ويزري الله يعطيها ان شاء الله يقوي ويعطيه الصحه يطول في عمره. زعما يدير مسرح صح تشوف حبوك يسقسي لو واحد يدير اصلاح زعما واحد تروح تبغي تصلح مع واحد والاخر ما يقبلش، اسك شكون اللي عنده ذم هما ولا هذاك اللي يبغى يصلح؟ خاص تبغى واحد زعما تروحي تبغي زعما تصلحي معاه وما يقبلكش. كيما سما واحد ما عندهاش ذنوب هو. بارك الله. الو واضح الحاجه مع بعض. خاص تبغي تصلح مع واحد هو ما يبغيش. ايوه اسك شكون اللي عنده زعما هو مسكين باغي يصلح وهما لا ما يبغوش يصلحوا. واضح ان شاء الله. اي صح الله يعاونكم الله ان شاء الله. لا شحال بغيت سبحان الله راني شحال وانا نتبع باش ديتكم اليوم كنت ربي يشدكم. مرحبا بك سيدة. تاع الثلاثه دايما نعس دايما نعيط ما نشداش نهار تاع الصلح وخير. تاع الصلح وخير جميل جديده. هيا تهلوا في روحكم الله يعاونكم وان شاء الله يكثر مسالكم ان شاء الله ويجعلكم ان شاء الله صحابين الجنه وهذا الصباح يديروا في حيث المازال ان شاء الله. يا ربي سيدة ابو عبد الرحمن بارك الله فيك على هذه المحبه. من وهران الى العاصمه سيدة عائشه السلام عليكم. سيدة عائشه. سيدة عائشة معنا؟ لا بأس معليش إذا ما هيش معنا السيدة عائشة خلينا لما تكون معنا إن شاء الله. في مشكلة في الخط. عندنا اتصال آخر والله نبدأ نجاوب السيدة أم عبد الرحمن محمد. طيب على بركة الله على بركة الله. أم زينة من العاصمة. السيدة أم زينة مرحبا بك. مساء الخير سيد أحمد. مرحبا بك سيدتي الكريمة مرحبا. يا سيد أحمد كي نشوفك ونحضر معاك اللي شفتي وليدي العزيز الله يسدك وينصرك والشيخ نتاعنا سعيد الدكتور ممو العين. الله يبارك فيك سيدة أم زينة الله يحفظك يبارك فيك. ممو العين أنا حابة نهضر مع الشيخ سعيد. تفضلي مرحبا بك الحاجة. عطوني دابور النيميرو نتاعو. أيوة وتخلي الرقم نتاعها ومن بعد باش باسكو عندي مشكل كبير. طيب سيدة أم زينة الله يرضى عليك خليك ما تقطعيش الاتصال. زملائنا الزميل محمد يدي رقمك الهاتفي وشيخنا إن شاء الله يتواصل معك عندما يكون ذلك متاحا وممكن. طيب بارك الله فيك. شكرا سيدة أم زينة من العاصمة. سيدة أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك الأخ؟ الحمد لله الله يبارك فيك سيدة أم مريم. الحمد لله. وش راه من الشيوخ اللي راهم منورين القاعدة ومنورين هذه الشاشة. الله يبارك فيك. الحمد لله شيخ سيدة أم مريم. تفضلي. تفضلي شوف وليدي بكل صراحة نشكركم على هذا الحصة اللي راهي تجوز على المباشر والله نورتونا قلوبنا بهذه الحصص اللي راكم تواسونا في عبر المباشر. يسمى الإنسان كان غافل على عدة صوالح وملي ولينا نسمعوا قناة القرآن ونسمعوا الفتوى ونسمعوا يسألوا أهل العلم والله غير قلوبنا تنوروا. الحمد لله. وعليه الحمد والشكر ونشكرك وليدي ونشكر الأخ الشيخ اللي راه على المباشر. الله يبارك فيك سيدة مريم. شوف وليدي أنا عندي عدة أسئلة إذا نقدر نحسب كاع نقولهم لك. مرحبا تفضل. شوف وليدي السؤال الأول ما حكم المرأة اللي تصلي بدون جواري؟
محسوب نكون مستورة كامل، ولكن حاجة قدك في الأرجلين كي نسجد ولا كي نركع يسمى شوية ينكشفوا. أيوة. ثانيا، ما حكم المرأة اللي عندي بنتي تقدم لها خطيب، أيوة. وهذاك الخطيب بكل صراحة من بعد اللي مدينا له الطفلة وتفاهمنا معاه ولا يسمى شوية طفل ولا يدير لها مشاكل ويشتمها ويسبها ويقولها شي صوالح اللي ماشي ملاح. أما اللي كان بكل صراحة والله يا وليدك شغل تقلقت من هذا الخطيب، وهكذا كان يسمى جاب الأهل تاعو وجاب ناسه ودنا الفاتحة وحضرنا الأقارب حضرنا الأحباب، ولكن حاولت عدة مرات باه نقول له يا وليدي اتقي الله ونعل ابليس وتربى في كلامك. انني نحوس لبنتي انسان يكون عنده الدين والاخلاق، وبكل صراحه في كل مره يقول لي خلاص وراني محسوب نعلت ابليس، ولكن دائما يعاود يولي نفس الموضوع. اما ليك شوف وليدي انا يا كيشت هكذاك حلفت عليه وحلفت لبنتي وقلت لها ما يزيدش يدخل لبيتي وما نزيدش نتكلم معاه، وانا داخليا والله غير كشغل كنت مقلقه من طرف بنتي، محسوب كشغل غضبت بنتي وقلقتها. في هذه الحالات عاود ولا وعاود قبضوا هكا جماعه والامام وزقاو عليه وقالوا له لا لا الزواج هي نعمه ورزق من عند الاله، ما تبقاش دير في هذا الشيء محسوب تعيي في هذه العائله وفي هذه البنت. مادام تقدمت وبينت اهلك وخطبت هذا الطفله وفتحت لازم تتربى وتتعقل وتكون راجل تعالي تحميها، وكما نقولوا حنايا الراجل اللي يكون تعادين واخلاق يحميها وتكون عشره عدوان. صح. من بعد هذا السيد كما نقولوا حنايا تعقل، ولكن بغيت نسال الشيخ ما حكم هذاك الحليف اللي حلفته وقلت ما يدخلش لبيتي وما نزيدش نتكلم معاه كي شغل من بعد ندمت انايا. والسؤال الثالث ما حكم المراه اللي تلقط اللي تنحي هكذا تتحف ماشي تلمص ماشي تنحي كاع الحاجب، تنقي بحض من الشعرات من الحاجب. حبيت نستفسر منها في هذا الجانب وطلبوا لي ان شاء الله منكم الشيوخ ان شاء الله ربي يهدي لي وليداتي ويصلح امرهم ويجعلهم لي ذريه صالحه يا رب يا رب. وبكل صراحه نشكركم والحمد لله اليوم اللي ربي وفقني راني تكلمت معاكم. وحبيت تشوفوا وليدي نسال الشيخ السؤال التالي. مرحبا سيدة أمي تفضل. الله يسلمك. شوف انا الطفله هذه بنتي تقدم لها عده خطيب، وكل ما يتقدم خطيب كما قلت لك نعلموا الخطوبه ويسمعوا الاقارب والاحباب، من بعد الخطوبه شهرين ثلاثه يولوا مشاكل، يبطل الزواج ويبطل كلش. وحنا اللي شغل كي نسمعوا حاجات ماشي ملاحه على الخطيب احنا اللي نفسخوا الخطوبه. ايوه. ولكن يا وليدي كي شغل تكررت هذا الشيء عده مرات مع الخطاب، اتجهت للرقيه، رقيت الطفله بنتي وكانت واحد الاخت رقاتها لي وقالت لي الطفله بنتك دايرين لها ولازم باه نرقي لها وباه نجري عليها لازم تعطيني مبلغ مالي يكون 1.5 مليون باه نقدر نجري عليها ونقدر نرقيها رقيه شرعيه وندير لها بحض من الاحشاب باه بنتك تكون لاباس مع الخطاب اللي يتقدموا لها. انا في هذا هي تقرا كلام ربي ونسمع القران ونسمع الادعيه، ولكن كي دخلت لي في موضوع المال كشغل دخلني بحض من الوسواس من هذه المراه. ايوه. وزدت ثانيتك رحت ديتها لواحد الشيخ انسان كبير وحاج بيت الله، قال لي بنتك عندها العين، وكتب لها نسال الشيخ كتب لها شوف شغل حجاب، وقال لي هذا الحجاب ترفدوا معاها هذا يحميها من العين، قال لي لقب الطفله مصابه بالعين. انا حبيت نسال الشيخ الى هذا الشيء كاين منه ويجوز ولا هذا الشيء محسوب يدخل في نوع من الشعوذه؟ انا يسمى انسانه مصليه ونعرف ما بيني وبين ربي كشغل تخوفت من هذا الجانب. وشوف وليدي نقول للشيخ يدعي لها لقب باش كل ما يتقدم خطيب. لا ان شاء الله سيده ام مريم جميعا وكل الطيبين والمؤمنين اللي راهم يشوفوا التلفزيون يدعوا لها ان شاء الله. ولكن هذه قضيه 1.5 مليون تاع رقيه هذه الله يبارك فيك. ان شاء الله شيخنا يوجهنا في هذا الامر. ربي يحفظك سيده ام مريم من عين الدفله. يعطيك الصحه. نجاوبوك سيدتي الكريمه. رجاء اخوتي السؤال الاخير حتى لا نطيل على المشاهدين. السيده عائشه من العاصمه تعود. مرحبا بك سيده عائشه. الو سيده عائشه. رجاء ربما السيده عائشه ماهيش معنا ماهيش مركزه، خلي برك ممكن راهي تتحدث.
هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نبدأ من انشغال السيدة أم عبد الرحمن شيخنا السعيد. الو السيدة عائشة، مرحبا بك. نعم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدة عائشة. انا عائشه. نعم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الو الاخ. تفضلي سيدة عائشة، رانا نسمعوك. الاخ عندي سؤال في مساله الطلاق. ايوه تفضلي. تفضلي سيدي. عندي الزوج تاعي الطلاق الاول تلفظ لي بالطلاق، انت طالق انت طالق انت طالق. سيدة عائشة سيدة عائشة سيدة عائشة، نعم. لو سمحتي معليش تلفزيوني لأنه راهو يدير واحد الصدى والله ينور. نعم خويا. تفضلي ولكن بدون تلفزيون، ربي يجازيك بالخير. تفضلي. قلت لك عندي الزوج تاعي تلفظ لي بالطلاق المرة الأولى. أيوة. ومع عاودت وليت البيت الزوجية في العدة، ومع دوكا زاد دار إجراءات الطلاق وما تلفظليش بالطلاق. دوكا أنا في المحكمة والحكم يخرج نهار الخميس. اسك تعتبر طلقة ثانية ولا لا؟ واضح. هذا واش حبيت نسقسي يا أخي، وبارك الله فيكم. الله يقويك سيدة عائشة، شكرا جزيلا. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية على بركة الله شيخنا السعيد. نبدأ من السيدة أم عبد الرحمن من وهران التي عزت ابن عمها المتزوج بأخت مسيحية في فرنسا. تقول: هل ما قمنا به خارج عن الشرع في هذه التعزية؟ ما قمتم به أم عبد الرحمن هذا أمر مشروع. هذه دخلت داركم، دخلت العائلة نتاعكم وتزوجها، والزواج بالمرأة الكتابية ذات كتاب سماوي، يعني تؤمن بكتاب سماوي كالمسيحية مثلا، هذا زواج مشروع طبعا مع ما فيه من يعني مغامرات وما فيه من سلبيات. يعني هذا الأمر تحدثنا عنه في بعض المناسبات باش نقولوا فقط هل أولى الإنسان يتزوج وحده كما يقولوا مسلمة؟ نعم. ما عدا ذلك إذا كان واحد تزوج خلاص فالزواج مشروع، لأن هي ماتت وانتم عزيتوه، فهذا العزاء درتوه يجوز شرعا، معنا ما عندكمش إثم، هذا أمر مشروع يجوز. نعم. الزوج كان يعمل في شركة شيخنا، يستجلب بعض الكتب معه للدار، طبعا هو يحب يقرأ يعلم الناس يحكي لهم أشياء، وقالت حتى بعض المفاتيح، لا أدري إن كانت مفاتيح سيارات أو مفاتيح براغيث أم أنها مفاتيح أخرى، المهم مفاتيح كان يجلبها، الشركة أغلقت والمستلزمات بقيت لديه، ماذا يفعل؟ يتخلص منها. لا يجوز أن يدخل شيء في حوزة الإنسان في ملكه في ملكيته إلا عن طريق الوسائل المشروعة، إلا عن طريق المصادر المباحة. يعني هذه وين نديروها؟ خدمة ماشي خدمته، يعني لو كان خدم وعطاو له هذه كأجر ممكن. إذا كان عن طريق الهبة ما هيش هبة، عن طريق الوصية ما هيش وصية. وحنا اليوم تحدثنا عن القروض، عن الديون، وهذا يعتبر دين. الدين هذه ماشي حتى واحد يسلف دراهم، حتى كي يسلف كتاب ولا يسلف مفتاح ولا يسلف أي حاجة لازم يرجعها لمولاه. صحيح. طيب إذا كان هذه الشركة أفلست أو تم غلقها لسبب من الأسباب، وطبعا حتى كان إجراءات بعد ذلك في القانون، ماهوش معناتها الشركة كي تغلق خلاص، لا، يعني كان إجراءات قانونية، القاضي يعين شكون اللي يتولى إدارة هذه الشركة وتسيير أمورها بعد إفلاسها مثلا، أو بعد نهايتها، يعني كي يكون بعد يعني مصفي يتولى هذه المهمة. وهذه الممتلكات مفاتيح ولا كتب تسلم إلى ذلك المصفي. إذا كان يقول لك الآن لا أثر، ربما هذا عنده سنوات لا أثر، يتخلص منها
بماذا شيخنا بالصدقة؟ يمدها للفقراء والمساكين، أو بالنسبة للكتب يمدها إما للفقير اللي عنده، ولا يمدها للمكتبة البلدية ولا أي مكتبة من المكتبات باش تكون ينتفع بها عموم الناس. تكون يمتلك يعني ينتفع بها عموم الناس فقط. هذا ولازم يتخلص منها، لهذه أشياء ما عندوش حق يملكها في دار، لازم يتخلص منها ويتهنى منها إن شاء الله. نعم. طيب، تسأل أيضا السيدة أم عبد الرحمن عن امرأتي ولد عمها اللي بعد 50 سنة من الكراء صاحب البيت خرجهم، فلجأوا إلى قطعة الأرض التي لم يبنوها منذ سنوات، ولكن الضرورة حملته إلى توفي رحمة الله عليه. بعد وفاته أتى أبناء الإخوة والأخوات الأبناء، زوج خاوة وأخت حيين، ولكن أبنائهم قالوا أنها لا يحق لك أن تواصل البناء حتى ندوا حقنا من ورث عمنا. وشيخنا حقيقة بيني وبينك شعرت يعني لماذا عندما نكون أحياء لا نبحث على بعضنا حتى إذا غادر هذا العائلة، يعني قال حقوقنا والدين والميراث. تفضل شيخ. لك الفضل. حقيقة يا أحمد يعني المفروض الإنسان يصفي أموره ويحل المشاكل نتاعو في حياته، إلا إذا كان جاء كما يقولوا موت الفجاءة ثم الله غالب، ولكن مادام في ساعة من أمره لازم يفري مشاكله. موضوع الميراث هذا لابد أن تطبق فيه قواعد الشريعة. فإذا كان جاو الآن يقولوا حبس يحبس. لماذا؟ المال كي يكون على الشيوع في الانديفيزيون، يكون مملوك على الشيوع، فلا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف فيه تصرف المالك المستأثر بجميع السلطات الثلاث، يعني يبيع ويرهن ولا ما عنده ما إطلاقا. يجي أي واحد يعترض يقول حبس، يتوقف أشغال البناء إلى غاية الخروج من هذا النزاع عن طريق القواعد نتاع الشريعة، وقواعد القانون أيضا توافق قواعد الشريعة في هذا الباب. نعم. بارك الله فيك. طيب إذن كيف يعني توجيه حول الميراث والحقوق في هذا؟ والله ممكن تعود إلى هم موجودين. هو توفى خلى زوج إخوة أيوة وأخت، وهذا الزوج أخوة والأخت وزوجة اللي راهي تسأل هذا السؤال، أو عندهم الإخوة والأخت عندهم أولاد. نعم. وانت سألت على الإخوة والأخ يعني أحياء. طبعا هنا الزوجة مادام ما كانش هناك فرع وارث ترث الربع، يعني نصيبها حصتها مما ترك، سواء من منقولات أو من عقارات أرض ولا أي شيء، يعني من العقارات عندها الربع، والباقي اللي هو 3/4 يوزع على الأخوين. هكذا قالت، يعني لم أسمع جيدا. نعم. على الأخوين والأخت الشقيقة عن طريق التعصيب بالغير. كي نسمعوا هذه العبارة معناه تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى الشيء اللي بقى يتوزع على 5. علاش 5؟ لأنه الأخوان عندهم 4 أسهم والأخت عندها سهم واحد. صحيح. ما بقي مثلا إذا كان بقت مثلا 500 متر تتوزع على 5، فلكل أخ عنده 200 متر خاطر عنده سهمان. طبقنا القاعدة اللي قالها ربي في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل أخ سهمان. إذن سهمان للأخ الأول، سهمان للأخ الثاني، وسهم واحد يكون للأخت الشقيقة. هذه هي الفريضة يعني باختصار. نعم. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. هي تقول أنها تسعى في الإصلاح، ولكن البعض لا يذهب معها. بما تنصحها شيخنا في هذا؟ والله أولا نقول لك يا أم عبد الرحمن، أجرك ثابت بهذه النية وبالسعي. صحيح. مادام درتي النية باش ديري الصلح بيناتهم وراكي سعيتي واتصلتي بهم وكذا، فأجرك ثابت الآن بهذه النية وهذا السعي. ولا يمكن أن يتحقق الصلح إلا بشروطه، ومن أهم الشروط أن أطراف النزاع يقبلون الجلوس باش يجلسوا مع بعض باش يفريوا المشكلة نتاعهم. فإذا كان أحدهم رفض الصلح لا يمكن أن يتحقق الصلح.
لذلك ربي سبحانه حتى في أمر الزوجين مثلا الآية واضحة، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني لازم أطراف النزاع اللي راهم في الخلاف هما يكون عندهم النية باش يريحوا مع بعض، وبعدين ربي سبحانه جعلك أنت سببا باش تديري الخير بيناتهم، تديري الصلح بيناتهم، وربي سبحانه يوفقك ويوفقهم إن شاء الله للصلح. أما إذا كان واحد منهم رفض فأنت درتي اللي عليك. وهنا في عبارة نستأنس بها في هذا المجال، نقول كل واحد يسعى في هذا المسعى هو يلتزم ببذل عناية لا بتحقيق غاية. أنت التزمي ببذل عناية، اجتهدي باش دير الصلح لا بتحقيق غاية. أنت لست ملزمة باش تحققين المقصود معناتها الصلح بينهما، اجتهدي، وربما بالك اليوم ما يتصالحوش يجي نهار إن شاء الله تعالى، ولا تيأسي إن شاء الله ربي يسخرهم ويرقق قلبهم باش يرضوا بالصلح. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. سيدة أم مريم من عين الدفلة عندها انشغالات عدة. الأول يبدأ فقهيا، ما حكم المرأة تصلي بدون جوارب؟ وحرج السيدة أم مريم ينبع من ذلك الانكشاف وإن كان قليلا للرجلين عند السجود والركوع، بما تنصح؟ ننصح بالآتي يا الأخت أم مريم. أولا الصلاة بدون جوارب، أنت قلتي مستورة، هكذا قلتي، هذه الصلاة صحيحة. إذا درتي الجوارب فذلك أفضل، وإذا كان ما درتيهمش فهذا ما يسمى بخلاف الأولى. الأولى أنك تدير هذا مكان، ولكن إذا كان ما درتيهمش ما عندك ولا حرج إن شاء الله تعالى. فأرى هذا الانكشاف البسيط عند السجود وكذا فهذا أمر يعني معفو عنه إن شاء الله تعالى ولا حرج، وإذا كان درتي الجوارب ذلك أحسن. نعم. حكاية الخطيب شيخنا الذي تفضلت به السيدة أم مريم نتعلم منها أمور وانشغال كبير. يعني الحقيقة المرأة تربي ابنتها لتراها سعيدة، لتراها في رحاب على الأقل متدين يحفظها ويرحمها، ولكن شعرت شيئا ما بالخطر، خطر من عدة جوانب. أوله تلك وهذا يدفعنا للإجابة حتى على السؤال الخامس، تلك الخطاب الذين يأتون ثم يذهبون بسبب مشاكل. هذا الأخير يعني حاولت الإبقاء عليه رغم أنه قالت لم يكن في فترات معينة في المستوى إلا بعد التعزير والغضب الذي ناله من أهل الحي الصلحاء الإمام، قال تسقم شوية، ولكن تسأل على هذا الوضع الذي تعيش بنتها، بما تنصحها مع هذا الزوج المقبل، إضافة إلى أيضا حكاية الرقية. هذا أنت عمليون ونص، الله يبارك، خدمة مليحة هذه. ما قولكم شيخ؟ الله يبارك فيك. كانت أخي أحمد الأخت مريم تحكي الحكاية، تفكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاطر هي قالت بعد الفاتحة، يعني خطب ودا الفاتحة ويسبها ويشتمها. قلت سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفساد عريض. من ترضون دينه يعني واحد يظهر عليه يصلي، انتم كي سقسيتوا عليه يقول لك فلان يصلي من رواد المساجد ويصوم ما شاء الله، وبالك دار عمره، بالك هذه الظاهر أنه إنسان متدين. نعم نشهد له بالإيمان يقينا، إذا شفنا إنسان يعني يرتد المساجد نشهد له بالإيمان، علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. ولكن علاش زاد النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه؟ لأن الأخلاق صمام أمان للدين ولاستقرار ابنتك في حياتها الأسرية وفي حياتها الزوجية. هنا نقول سبحان الله، هذا الشاب اللي يسب طفلة هذه ضرك ويشتمها الآن ما زال ما داروش العرس، يعني نقول يا درا كيفاش تكون الحالة نتاعها بعد الزواج. أي نقول هكذا ماهوش من باب التحذير، ونقول للناس للجميع بلا استثناء. ولكن الحمد لله كما قال خويا أحمد، يعني الحمد لله كان الإمام والصلحاء وعزروه وكذا وكذا إلى آخره، يعني نقولوا تاب واستقام، الله يبارك، شيء طيب. فقط أنا ننبه لازم التأكد
والتحقق أنه تغير فعلا وتاب. صعيبة شيء. صعبة جدا، ولكن لا بد من التحقق من هذه المسألة بقدر الإمكان. يعني كأن تبرم معه جلسة أخرى، يقول يا فلان أنت هي حلفت، ذكرت يمين يعني، حلفت أنه ما يزيد يدخل لها وكذا وما يدخل الدار ما إلى آخره، باش تحافظ على بنتها، وأنت من حقك يا أم مريم. ولكن الآن إن شاء الله مادام هو أعلن عن توبته، قال أنه يتسقم إلى آخره، يعني علينا بالظاهر والله يتولى السرائر. ولكن لابد من التنبيه، لازم التعزير يكون شوية يعني باش نتأكد أن هذا الإنسان راهي أمانة، ولازم يعلم هذا الشاب هذا أنه هذه الفاتحة ولا هذا العقد اللي داروا مع بنتك هو ربي اللي سماه ميثاقا غليظا، ما هوش كارت عادي هكذا ولا شرط طوموبيل يبدلها لا 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 لا، هذا ميثاق غليظ. درك الآن ربما تكون أي مشكلة بيناتهم، ربما يتصل بها بالتليفون ما تردش عليه صحيح. ويزيد يغضب وربما يشتمها وكذا. سمحوا لي طولت في هذه النقطة لأنه فيه مشاكل كثيرة تأتينا في هذا الباب. يعني يا عجب يخطبها بعد أيام مكالمة واحدة ما يردش عليها على طول، ما تردلوش وكذا ويرمي لها كلام مش مليح وهكذا، وانت كذا وانت كذا وانت كذا. نقول هؤلاء الشباب يتقوا الله، خافوا ربي، وراك دخلت الدار ودخلت العائلة وراه عطوا لك بنتهم، وبنتهم هذه أمانة وإلى آخره. لازم تحافظ على هذه الأمانة وتحافظ على هذه الأسرة، حقوق المصاهرة. طيب الآن مادام هو يعني قاموا بهذا الجماعة الله يبارك، وإن شاء الله يكون تسقم وإن شاء الله يكون صادق في توبته. أنت سهلة حكم اليمين، تروحي للآية 89 من سورة المائدة تلقيها، واش فيها؟ إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين. إلا ما قدرتيش تصومي 3 أيام، 3 أيام، يا إما تخرجيها أموال، يعني في التقدير يعني يعني كما نقولوا الوسط يعني حوالي 100,000، 10، ولكن 10 فقراء، 10 مساكين. علاه؟ إذا ذكر العدد في القرآن أو في السنة فيعتبر، بمعنى ما تقوليش نعطي كاع الواحد 10 مرات، لا، لازم 10 مساكين. أو أسرة عندها مثلا 7 ولا 10، إذا عندها 7 معناها تشوفي 3 آخرين، إذا عندها 10 الله يبارك 10 مساكين. إلا ما قدرتيش تصومي 3 أيام، إما متفرقات أو متتاليات، باش تتخلصي من هذا اليمين، يعني كفارة اليمين هكذا. طيب، وإن شاء الله ربي يساعدهم. احنا نقولوا له إن شاء الله يكون هذا الشاب تاب واستقام وربي يساعدهم في حياتهم الزوجية. أما بالنسبة لهذه الخطاب اللي يجي وبعدين هكذا السؤال، صحيح والله يا أخي أحمد جاب لي ربي هذه ظاهرة الآن، يعني ظاهرة راهي مش مليحة، يعني مش مليحة تماما. الذي نعرفه في ديننا وفي أصالتنا، كي نسمعوا الواحد يعني بغى يخطب نساعدوه صح. والطفل هذيك يعني نعاونوا، بل مليح أنه نذكرها بخير، يعني نقولوا فلان عنده بناته، فلان عنده بنته، هذا ليس عيبا. حتى في الفقه الإسلامي يجوز لولي الأمر، يعني ولي الطفلة، ولي الفتاة، باش يقول زوجتك بناتي. مش كما معروف الآن لازم هذاك الخاطب هو اللي لا ممكن هو يقول زوجتك بناتي، وهذاك يقول له قبلت، وهذا يتم الإجابة والقبول، وباقترانهما يتحقق الرضا وتتم الصيغة. ولكن حبيت نقول الآن عندنا واحد الظاهرة ماهيش عامة ولكن محزنة، أنه بعض الناس كي يسمعوا فلانة بغاو يخطبوها يجيو في الطريق، لا حول ولا قوة، إما يضربوها بالعين، لا حول ولا قوة، يضربوها بالعين، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، العين حق، العين حق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية أحيانا بالكلمة يروح الخاطب أو لأسرة الخاطب يقولوا له خطيك ماشي مليحة والفاميليا ماشي مليحة، وهذا إثم كبير، هذا إثم كبير يرتكبه بعض الناس. نقول لهم اتقوا الله، لازم تيسروا الزواج للعزاب والعازبات، لازم نتعاونوا جميعا من أجل علاج ظاهرة العنوسة التي تهدد مجتمعنا كمجتمع جزائري والمجتمع الإسلامي عموما. لازم نستفيق وبسرعة، لأن هذه ظاهرة محزنة ومقلقة للغاية. شجعوا ويسروا وما تعرقلوش يعني الناس في أمر الزواج هكذا. أما بالنسبة للرقية يعني هي ترقي نفسها بنفسها، تقرأ القرآن، والرقية تقرأ القرآن الكريم، تقرأ سورة الفاتحة وأوائل البقرة وآية الكرسي أواخر البقرة، يعني وآيات معروفة يعني، وتقرأ القرآن.
ولا أنت ممكن تقرأي عليها يا أم مريم، ماشي شرط حتى راقي، ولا ممكن أختها راهي تقرأ القرآن تقرأ عليها يعني عادي. وحتى هذا الراقية هذه اللي راهي ترقي عادي يجوز، ولكن هذه حكاية نتاع 1.5 مليون لا. وكي دخلك الوسواس حنا ثاني دخلنا الوسواس يعني أنا وحمد دخلنا، أليس كذلك؟ شنو هذا الناس تبيع في لا ترقيها والسلام عليكم وعليكم السلام. أما هذه 1.5 مليون وكذا، وبعدين واحد آخر يقول لك لازم 20 مليون، وإذا معنى إذا كان وصلت كما الناس اللي يديروها للأسف الشديد، إذا كان كبيرة تجاوزت 30 سنة بسعر، إذا كانت تجاوزت 40 سنة بسعر، يعني ما نديروش هذا الشيء. لا هنا نقول لك الآن نصيحتي لك، هذا الراقية هذه ما تديريش معها. إذا عدلت عن رأيها الله يبارك، أما تقول لك 1.5 مليون هذه ما تديريش عندها الرقية. حتى أخونا شيخنا رقى لها بحجاب وديه معاك وهذه أيضا هذه الأمور يعني لا إله إلا محمد رسول الله، ما كانش من هذا الشيء تماما. قال القرآن ربي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وتحافظ على الأدعية، على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول وأذكار الخروج وإلى آخره. وانت تدعي لها إن شاء الله، أنت أم الله يبارك، تدعي لها بدعوة الخير ودعوة الوالدين إن شاء الله تنفعها وربي يتقبلها. حندعيو لها إن شاء الله ربي يسر هذا الزواج إن شاء الله تعالى، ويزوجها ويزوج جميع العازبات بأزواج صالحين مؤمنين. دعاء بصلاح الذرية، وإن شاء الله ربي يجعل أولادك إن شاء الله صالحين، وربي يجعلهم من أعلام الهدى، ويجعلهم إن شاء الله من مصابيح الدجى. ما قولكم في المرأة تقول لا تنهم يا سيد، تقول لك تنقص تنقي بعض الشعر؟ والله هذا الشعر هذا نتاع الحاجب، يعني إذا كان يعني ضر، خاطر كان اللي عنده شعر كذا يضر عينه وكذا يعني يشوه ولا، فهذاك يجوز ما فيه حرج، يعني يمكن يعني إزالة أذى وما فيه تغيير لخلق الله في هذا الأمر. أما هذيك نتاع النمص وهذيك تعرف في هذا الأمر لا يجوز. نعم. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. أخيرا شيخنا، هذه السيدة عائشة من الجزائر العاصمة، زوجها تلفظ المرة الأولى ثم عادت في زمن العدة، الآن إجراءات الطلاق سائرة، الخميس مع الأسف يعلن الطلاق. هل الحكم يخرج، هل هذه تعتبر الطلقة الثانية؟ نعم. أولا الطلاق الأول الأخت عائشة اللي تم 3 مرات قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه الطلقات الثلاث التي تمت في مجلس واحد تعد طلقة رجعية واحدة. اتفقنا؟ الآن تمت الرجعة، رجعت إليه ورجعك في العدة، خلاص هذا أمر أيضا مشروع، ما دام ربي قال وأحصل العدة وأنت رجعك في العدة عادي. أما الطلاق الثاني هذا اللي تم عن طريق الإجراءات، لأنه الطلاق قد يتم لفظا وقد يتم بالكتابة. نهار اللي دار الإجراء تاع الطلاق فيه مكتوبات، يعني فيه كتابة، وزيد القاضي كما قلت يصدر الحكم نتاعو يوم الخميس. فإذا كان صدر الحكم نتاع القاضي فيعد هنا الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى. انتبه جيدا. معناتها إذا كان تمت الرجعة الآن قبل ما يصدر الحكم عادي، ولكن يعني عندهم 2 و3 و4 في هذا اليومين 3 أيام، وبعدين يعلم القاضي، وهذا الأمر يتم أيضا على مستوى قضائنا والحمد لله يتفهمون هذا الأمر. قالوا ولدي باش نوافقوا الشريعة إلى آخره ما كانش مشكل، يعني تعتبر طلقة رجعية ثانية. أما إذا كان حتى يوم الخميس ويصدر القاضي صاحب الولاية العامة حكمه الذي يقضي بالطلاق بينكما، فلو كان تندمي ولا يندم زوجك يوم الخميس بعد صدور الحكم أو يوم الجمعة، هنا لازم خطبة جديدة وفتحة جديدة وعقد جديد إداري مدني. لماذا؟ لأنه خلاص بعد ما يصدر الحكم يعني نسخة منه تذهب إلى الحالة المدني. إن شاء الله ربي يصلح بيناتكم إن شاء الله ويرجع المياه إلى مجاريها. شيخنا السعيد بوزير، سبحان الله في العربية الطلقة والطلقات كاين تقارب، طلقة للرصاص سبحان والطلقة من نوع آخر. شكرا جزيلا شيخنا السعيد بوزيري، بارك الله فيكم والسلام عليكم.